ايه المشكله؟ لا يعني انت انا مش جايبه عشان عايز جول؟ اقول انت جايبه عشان لعيب. جول؟ لا انا مش، هو الراجل بيجيب، هو يا جماعه ده كل كوره ده الماتش اللي فات بتاع المحله ولا باص صح؟ ما الموسم لسه انا عايز منه يجيب جول. انا انت لو انت عندك لعيب انت ما بتطلبش منه، لو جاب جول خلاص عمل المهمه بتاعته. هنتفرج عليه الفتره اللي جايه، بس بعد ما نخلص كاس العالم والمتعه دي، وبعد كده انت اللي نفسك هتقول لي لا حرام ان يجي النادي الاهلي، انت اللي هتقول على انا الهوا. شايف لغايه دلوقتي الراجل بيقدم مهامه على اكمل بص وجه. هو عشان النادي الاهلي فاحنا لازم نطبل ونقول لا ده انا ما عالمي. بطبلش والله. ده انا سمعت ان في ناس بتقول لك ده البرازيل خرجت عشان هو ما اتخذش لا ده منتخب. كانت كده كوميكس يعني. يا راجل عليك والمصحف ما بيعرف يباصي، والله ما بيعرف يباصي. انا معاك ان انت لازم تشوف اللعيب اكتر وقت عشان تقدر تقيمه، لكن ايوه هو اصبر عليه اصبر عليه عشان نبقى نشوفه، حلوة. انما كله بقى يطلع يشتمني. انت عارف بعد ما جاب الجون الماتش اللي فات الشتيمه بقى كله طلع يا جدعان والله ما بيعرف يلعب. ماشي مش شرط، ما هو كان في لعيبه ما بتعرفش تلعب وبتجيب اجوان عادي، انما المشكله ان انا جايب لعيب محترف اتعلم منه، يصنع لي الفارق، يمسك لي في الكوره كده ويفك لي حلول في الفرقه. فرونو سافيو عامل حرقان في المزلان، حط لها قطره وسيبها فتره وانت بتسمع اوه برازيلي اصفر برقص سامبا. الشوطين او قبل بدايه الشوط الثاني كان حصل في خلال ارض الملعب شحن ما بينه وما بين زميله مصطفى فتحي بسبب بعض التوجيهات من القائد تجاه الجناح الايمن. الشحن ده لم يتعدى هذا الامر، لكن دخلوا بين الشوطين فطلب عبد الله السعيد من مدربه تاكيز يونيس ان يستبدله قائلا له change me. هل خلصت عند كده؟ لا، ورغم ان الراجل changed him وخرجه فعلا ونزل مكانه اسلام عيسى اللي بدأ النهارده اساسيا. عبد الله السعيد دخل خد الشاور السريع بتاعه، حزم حقائبه وترك ملعب المباراة اللي فاز فيها الفريق بيراميدز على المقاولون العرب. مشي بينما المباراة كانت مستمرة، وهنا كان من الطبيعي توقيع اللائحة على اللاعب، فتم اختاره بعقوبة من خلال جروب الواتساب الخاص بالفريق وهي $500,000 جنيه. شعر فيها عبد الله السعيد بانه ما ينفعش انه يتم معاملته بهذا الشكل وهو قائد الفريق، فخرج من الجروب بتاع الواتساب معترضا، لكن بيراميدز راى انه لابد من توقيع هذا الامر على الكبير وعلى الصغير. يا باشا عبد الله السعيد لقى الحنفيه اتقفلت والدنيا نشفت وبتاع، قال لك اما اروح الزمالك بقى امصمص لي في شويه فلوس تانيين. 30 سنه بيلعب ما خدش ال 40 مليون اللي خده من بيراميدز واهلي جده وبتاع، كل ده مكايده في الاهلي ليس الا